بيبدأ الفيلم في برشلونة في اسبانيا بمكالمة تليفون من ماكس لابنه اندر، وبنعرف انه بعد ما ماكس يخلص شغله هيروح لابنه ويسافروا مع بعض. وبيكون ماكس في العربية مع لوسيرو وبيوصلوا للمكان عشان يعملوا اتفاق مع الكولومبيين، وبيطلب لوسيرو من ماكس انه يفضل مكانه تحت وهو هيطلع يخلص الاتفاق معاهم. وبيطلع لوسيرو لوحده فعلا وبيتكلم مع الكولومبيين على انتخابات مجلس العائلات، وبيطلب لوسيرو منهم الدعم في انتخابات المجلس، ويقول لوسيرو ان ابوه هيكون الرئيس، ويوافق الراجل الكولومبي على دعمه في مقابل ان ابنه هيكون امين الصندوق. وفي الوقت ده بيكون ابو لوسيرو مع ماريا مساعدته وبنته بالتبني في العربيه، وبنعرف ان هم في طريقهم لاجتماع مجلس العائلات. ونرجع للوسيرو اللي بيدي الراجل الكولومبي شنطه فلوس، واول ما يفتحها بيكون فيها راس ابنه، ويرفع لوسيرو السلاح في وش الكولومبيين وبيطلب من الكولومبيين ان هم ينزلوا سلاحهم، وبيحصل اشتباك تحت بين ماكس والكولومبيين وبيضرب عليهم نار ويقدر يخلص على كذا حد منهم. وبيطلع ماكس للوسيرو وبيقدروا هما الاثنين يخلصوا على عدد كبير من الكولومبيين، بس بيهرب الزعيم بتاعهم ويقول لوسيرو لماكس ان الكولومبيين غدروا بيه عشان كده اشتبك معاهم. وبيخلي لوسيرو واحد من رجالته اسمه رافا يبلغ والده ان الكولومبيين غدروا بيه والاجتماع كان فخ. وبيخلص لوسيرو على العمال اللي موجودين في المكان بدم بارد، وبيبان على ماكس انه مش راضي على اللي عمله لوسيرو. وبتكون دي اخر عمليه لماكس قبل ما يعتزل للشغل ده ويسافر مع ابنه. وبيودعوا لوسيرو وبيقولوا انه كان دايما اخ ليه ومخلص ليه ولعيلته، ويقول له انه هيبلغ والده بقرار اعتزاله، وبيحضنه ويودعه. ويوصل ماكس لبيته ويسلم على ابنه ويديله ريشه الجيتار اللي كان عايزها. وبيوصل ابو لوسيرو لابنه بيكون متضايق من اللي ابنه عمله في الكولومبيين،